مراتب سيلي بترحب بيكم. احنا النهارده داخل احد معارض الالمانيه في اسكندريه، الوكيل الرئيسي لشركه سيلي. وبمناسبه السنه الجديده سيلي بتقدم خصومات وعروض ومفاجآت قويه جدا، وده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع صاحب معارض الالمانيه استاذ سامح زاهر، الوكيل الرئيسي لشركه سيلي. حابه افكركم بعنوان المعرض: 40 شارع امين حسونه، السيوف الشماعه بجوار بنك القاهره. يلا بينا نشوف اول لقاء. يلا بينا. زي ما انتوا عارفين سيلي من اسوان لاسكندريه، عشان كده احنا النهارده على ارض اسكندريه بنجدد لقائنا مع استاذ سامح زاهر، الوكيل الرئيسي لشركه سيلي في الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ سامح. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه السنه الجديده. وانت بالصحه والسلامه، واعزائي المشاهدين بالصحه والسلامه. كنا عايزين نعرف من حضرتك ان طبعا زي ما انت عارف ان التطور مهم جدا لاي منتج ايا كان. حضرتك رايك ايه في التطور اللي حصل في سيلي الفتره الاخيره؟ هي الصراحة شركة سيلي الأيام اللي فاتت عملت تطور غير طبيعي بالنسبة للقماش وبالنسبة للخامات وبالنسبة لتدعيم المراتب. عملت حاجة زودت بيها، هي المراتب بتاعتها أنا بقالي سنين طويلة شغال معاهم، يعني من أحسن الأصناف اللي أنا اشتغلت فيها وأحسن الشركات. بس جينا في آخر 5 سنين حصل تطور غير طبيعي في المصنع. الأقمشة بتاعتهم كلها كانت قطن 100%، حاليا دي مش موجودة في أي شركة تانية. وحتة القماش دي حطي تحتيها 2000 خط عشان بيحصل مشاكل كتير. وأعزائي المشاهدين ما بيعرفوش يعني ايه وش صيفي ووش شتوي. المفروض اي مرتبه وش صيفي ووش شتوي يعني وش قطن، والوش التاني بيبقى ايه، حاجه حراريه تبقى من ماده من مواد البوليستر. طبعا الشركات كلها بيبقوا الوشين شبه بعض، ودي بتبقى اكبر اشتغالها العملاء، وحاجه بتبقى مضحكه. بس هو للصراحه لازم بنبدل المرتبه ولازم بنلفها، عشان كده بيكتبوا وش صيفي ووش شتوي. اما شركه سيلي بعدت المراحل دي بكتير قوي. ايه هي؟ ان هي عملت الوشين قطن 100%. فحته القماش القطني دي بتعيش في المرتبه، تخلي العمر الافتراضي بتاعها طويل جدا، لان انتوا عارفين القطن غير البوليستر في الملمس وفي الحساسيه وفي الخامات كلها، غير طبعا مكونات المرتبه العاديه. بس هي كان اكبر تطور عندنا في القماشه بتاعتها ان هي بقت قطن 100%. غير طبعا المواد والتدعيمات اللي دخلت شركه سيلي في اخر الاوقات. المرتبه المتصله عندنا تحسسك بشعور المنفصل، يعني دي حاجه من الحاجات العجيبه برضو في شركه سيلي. مرتبه قويه جدا، اللي بينام عليها بيقوم ظهره حلو. يعني المرتبه دي هقول لحضرتك، انا عندي هنا ضمان 10 سنين على شركه سيلي، اول سنتين استبدال. انا بقى بقول لاعزائي المشاهدين وببيع المرتبه، لو حد ما عجبتهوش المرتبه بترجع له وياخد فلوسه كامله. ده من اسكندريه. ده معقول؟ ده حقيقي، من كتر ما انا واثق في شركه سيلي وبقول للزباين كده، وكلامي حقيقي. وصدقيني بقالي 5 سنين ما في مرتبه رجعت واحده بس، مرتبه ما بترجعش. الزبون اللي بياخدها انا عارف ان هو ما بيقدرش يستغنى عنها، عشان كده بقول له لو ما عجبتكش المرتبه بترجع وتسترد فلوسك كامله. وده من اسكندريه عشان انا وكيل اسكندريه. من كتر ما انا اشتغلت في سيلي ولقيت ما فيهاش مشاكل وما فيهاش نسبه مرتجع خالص. انا كنت شغال في شركات كتير قبل كده وكنت اخد توكيلات كتير، بس شركه سيلي لقيت ما فيهاش مرتجع خالص. ودي الحاجه اللي هي انا كصاحب معرض عايزها، على اساس ان الزبون لما بيجي ياخد مرتبه بيجوا قرايبه وبيجوا معارفه وبيجوا اللي حواليه، والعروسه طبعا بيبقى في سنها 7 8 عرايس بيتفرجوا على المراتب. فنشكر ربنا، نشكر ربنا بنلاقي الزبون جالي، حد اخد والتاني جرب، بيجي لي زبون ورا زبون ورا زبون. فدي اللي خلتني اخد الوكاله الرئيسيه في اسكندريه، لان الصراحه يعني هي من احسن الشركات اللي انا اشتغلت فيها. مرتبه محترمه بخامات محترمه، جوده القماش عاليه، المواد الخام اللي جوه المرتبه كلها مواد مش عاديه. في ناس بتقلد المرتبه وبيقولوا ان فيها البوند وفيها حاجات كده، بس طبعا بتبقى خامات درجه تانية وثالثه ورابعه. طبعا كل حاجه فيها خامات، في النضيف جدا وفي الوحش جدا. اما سيدي مختاره انضف الخامات، ودي بتفرق معايا كتير، لان لما بتتحط خامات درجه تانية او ثالثه بيجي الزبون بعد فتره بسيطه ويلاقي المرتبه تعبت. وعشان كده انا اقول لحضرتك، بقول له سنتين تجرب المرتبه، ما عجبتكش ترجع لي، وانا مسؤول على الكلام ده في اسكندريه كلها. ده ثقة كبيرة جدا، واحنا بنشكرك على ان حضرتك بتقدم دايما يعني كل الراحة وكل الثقة والضمان للعميل بتاعك. طيب بمناسبة بقى العملاء، يعني مفيش حد اشتكى خالص خلال السنين اللي فاتت نهائي؟ هقول لحضرتك حاجه، صدقيني انا غيرت حوالي 3 أو 4 مراتب، من ضمنهم مرتبه كانت طالعه في الاسانسير. ومدير المصنع الصراحه حد شخصيه محترمه جدا، قال لي هنرجع المرتبه. قلت له المرتبه دي والعميل طالع بيها الاسانسير قطعها،
قال لي دي له واحده جديده واخدها، ودي انا ما شفتهاش في شركه تانية قبل كده، وصدقيني ده حصل بجد وبالحرف. في كذا مرتبه، يعني لسه مرتبه النهارده جات لي غرقت عند زبون. انا عارف ان المصنع عندنا مصنع كويس جدا، قلت لها هاتيها وانا اكلم الشركه وان شاء الله الشركه هتبدلها لها، ويمكن هم سامعيني دلوقتي ده النهارده صدقيني. فدي حاجات بتحصل، الشركه مدياني قوة غير عادية ان انا اي مشكلة في المرتبة بقدر اتصرف فيها، لدرجة ان انا اخد الضمان بتاعها هنا في اسكندرية. وصعب قوي ان مجموعة معارض تشيل ضمان شركة مراتب الا لما كانت واثقة فيها بنسبة 100%. ودي حاجة يعني احنا كتجار احنا بنخاف من المرتجع. انا ما خدتش الضمان بتاعها الا لما اتاكدت 100% ان هي ملهاش مرتجع تماما. طيب احنا دلوقتي بمناسبة رأس السنة، كل سنة وحضرتك طيب، العملاء متحمسين جدا ان هم يعرفوا عروض السنة الجديدة ايه، وايه المفاجآت بقى اللي معرض سيلي بيقدمها، فيا ريت حضرتك تقول لنا عليها. هو احنا حاليا مصنع سيلي منزل لنا خصم 15%. مجموعة معارض الألمانية كمان لشركة سيلي حاطة مخدة وخدادية هدية. يعني الشركة منزلة خصم كبير 15%، ودي حاجة ما بتحصلش، وده في اسكندرية. أما بقى مجموعة معارض الألمانية احنا منزلين مخدة وخدادية هدية أو كفر. لا، انا الحق بقى اخد مرتبة واخد عليه خدادية هدية. وبسرعة كمان، لأن شركة سيلي الصراحة من الشركات المحترمة جدا. في حاجة يمكن محدش يعرفها خالص، احنا من 1/12 السنة اللي فاتت لغاية وقتنا هذا ما غليناش المرتبة جنيه واحد، وحاطين كمان خصومات مع الغلو وارتفاع الأسعار والتعويم وكل الحاجات دي. النهاردة المرتبة بقت مرتبة قوية جدا 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 جدا، وبسعر اقتصادي جدا جدا جدا. لما باجي أقيمها مع الشركات التانية بحط قدامها المرتبة 15,000 جنيه، تبقى عندنا في الشركة ب5 وب6، وخامات يمكن أقوى كمان. وأنا مسؤول عن الكلام ده، اللي يجي يشوف عندي المرتبة ويطلع يشوف البراندات كلها اللي موجودة في السوق، يقيم خامة جودة سعر، التلاتة مع بعض ما ينفعش حد يتميز بيهم عن التاني. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. يعني بيقولوا طباخ السم ايه بيدوقوا. طيب حضرتك بقى مجرب سيلي عندك في البيت ومرشحها لقرايبك وكده؟ طبعا، ولو حد مش قريبي برضو بقنعه بسيلي. بس سيلي انا مديها لقرايبي، لان انت عارفه العيله والسمعه والناس، وده شغال في المراتب وده عنده مراتب حلوه وده عنده مراتب وحشه. مش معقوله يعني يكون صاحب مجموعه معارض وهديهم مراتب وحشه. لا، انا بطلع سيلي، ويمكن الكل سامعني، وفعلا مراتب محترمه بجد مشرفاني معاهم. استاذ سامح، العملاء لما بتيجي تشتري مرتبة بتبقى خايفة وقلقانة جدا، حضرتك ازاي بتطمنها؟ اول ما بيخش لي العميل هو بيبقى الخوف باين في عينيه، لان في شركات كتير نصابه وفي شركات كتير بتقفل بعد وقت بسيط. وبيحصل عندنا في سوق المراتب حاجات كتير قوي فوق دماغ الناس. طبعا كل حاجه بيتخطط لها، بيبقى فيه الصح وفيه الغلط. بس الشركات الشعبي النهارده كتير كترت، ودي عامله لنا مشكله في بيعنا. النهارده بيخش لي العميل بوري له مرتبه سيلي، اول حاجه الفينش بتاع المرتبه بيوضح المرتبه بنسبه 100%، بوري له المرتبه. تاني حاجة بعرفه على المواد الخام اللي متصنع منها المرتبة، وليه المرتبة دي بالذات ما بتبص وبتعيش أكتر من 10 سنين. ودي بتبقى حاجة مهمة جدا، لأن المواد اللي معمولة منها المرتبة مش زي المراتب التقليدية. احنا عاملين حاجة جديدة، حاجة لجمهورية مصر العربية، العمود الفقري. فمرتبة سيلي بالذات مخصصة للعمود الفقري. فعشان خاطر كده انا بحاول اقنع بيها العميل. هي سيلي منزله حوالي 5 أو 6 موديلات، بيبقى فيه الاقوى ثم الاقل ثم الاقل. بتبقى المرتبه ليها مستويات للراحه، في ناشف قوي ثم القطره ثم القطره ثم القطره، وكل ده موجود في شركه سيلي. عليا ان انا بوري العميل المرتبه المنفصله والمتصله والنص طبي والطبي كامل، بشوفه هو هيرتاح على ايه. اول ما بشوف العميل هيرتاح على ايه بديله المرتبه وبقول له معاك سنتين ما ريحتكش بتاعتي. ليه؟ المرتبه فعلا ما بتبص حته تبوظ المرتبه. حته تبوظ المرتبه دي حاجه انا ما بخافش منها. لكن في نقط تانية، مستوى الراحه، ومستوى الراحه ده ما حدش بيفهمه كتير، لان المواد كل لما كانت بيور ومواد خام نضيفه بتدي مستوى راحي جدا للنوم، فدي بتفرق. فطبعا بطلع عندي مقاطع مفتوحه وممكن ابقى اقدر اوريها لحضرتك، فيها مواد الخام كلها للمرتبه بعرفها له. والمواد الخام بتاعتنا هي شارحه نفسها اوريدي، وشرحتها في لقاءات كتير قبل كده، ان المواد دي غير قابله ان هي تبوظ تماما.
فالعميل ساعتها بيقتنع. وعايز اقول لحضرتك انا اقتنعت. والله اقتنعت بكلام حضرتك. هو الحمد لله الصدق في الكلام بيوصل للعميل بسرعه، وانا مش محتاج ان انا اكذب. انا عندي منتج نضيف جدا، سعره مغري جدا 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 جدا، وسعر المغري دي حطي 2000 خط، لان المرتبه دي السعر بتاعها مش زي المواد الخام اللي محطوطه فيها. لو في اي شركه تانية هتبقى تقريبا السعر دبل. يعني مش عشان كده انا تخصصت في سيلي، لقيت خامه سعر جوده ضمان، ودولت اللي يهموني انا كتاجر. فعشان كده انا الحاجات دي كلها لما بيعرفها العميل اوريدي هو بيرتاح خلاص، هو عارف ان هو شاري من وكيل او من مجموعه وكاله معارض الالمانيه سيلي. اي حد حاطط علامه سيلي في اسكندريه بيتباع لنا هنا للوكاله الرئيسيه، في اي مشكله بنحلها من عندنا هنا او من اي فرع بيحلها فورا. فنشكر ربنا احنا ما عندناش مشاكل، عشان كده احنا فاتحين التسهيلات كلها غير اي شركه تانية. فعندنا حاجات عاملينها في المصنع بتطمن العميل 100%. ازاي الحد هيطمن؟ انت معاك سنتين لو ما ريحتكش المرتبه انا هاخدها منك. طب مين اللي يحلم بكده؟ انا المصنع بيقول لي المرتبه سنتين لو حصل فيها حاجه بيتم استبدالها. لا انا بقول للزبون بقى لو ما ريحتكش، لان مستوى الراحه زي ما قلت لحضرتك عليه عامل كبير جدا جدا. ودي بتفرق في مراتب ناشفه بس مش مريحه، ينام كله يقوم عظمه وجعه جسمه وجعه. كل الحاجات دي مش موجوده عندنا في شركه سيلي، من كثره موديلاتها ومن موادها الخام ان هي نظيفه ومن مشيتها ان هي بتقعد عمر طويل. كل الحاجات دي بتخلي جوده وضمان وسعر انا صراحه موهوم بيها. وانا توهمت بيها، والمشاهدين برضو اكيد يعني وصل لهم صدق كلام حضرتك. بس قبل ما انهي لقائي بقى، يعني انا لفت نظري حاجه كده حاجه كده غريبه جدا، ومشاهدين برضو اكيد هياخدوا بالهم من اللي انا هوريه لكم دلوقتي. ايه ده؟ يعني كلمنا عن ايه ده؟ بصوا يا جماعه، انا اول ما جيت على الاستاذ سامح لقيت الحاجه الغريبه دي، فانا فسرها لي. هقول لحضرتك حاجه، احنا نشكر ربنا عندنا مجموعه معارض فمعانا موظفين كتير جدا. فالخصم كل الشركات العاديه تقليديه بتعمل خصم للموظفين، والخصم بيتنسى وبعد ساعه وخلاص وبيرجع يتاخر تاني وهكذا. انا فكرت لهم الصراحه، ايه بقى عملت ايه؟ اللي يجي متاخر بيدفع 30 جنيه وبكتب اسمه على الورقه وبعلقها له هنا. لا هو هياخدها ولا انا هاخدها ولا اي حد هياخدها. ينفع انا اخدها؟ طيب يعني اخد ليه؟ لا الفلوس دي هي انا عاملها ايه للحسره بس، ان اللي يشوفها يعرف ان هو كل الفلوس دي كانت المفروض تبقى في جيبه بس هي متعلقه على الحيطه. احنا بجد بنشكرك على الفكره الرائعه دي، وكل بقى يطبقها كده وتبقى حاجه كده مميزه جدا. هي لفتت نظري حقيقه بجد، وحاسه كده ان هي حاجه مختلفه. فيعني انا بقى مش هتاخر تاني على حضرتك في اي حاجه تاني، عشان ايه ما تاخدش مني 30 جنيه. احنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك، وان شاء الله هيكون معانا لقاءات كتيره جدا، ودايما في نجاح ودايما في تقدم، ودايما سيلي مع حضرتك رقم 1 في اسكندريه. ان شاء الله اتمنى لحضرتك كل التوفيق ومزيد من النجاح. كل سنه وحضرتك طيب، واتشرفت جدا باللقاء معاك. ان شاء الله احنا مستمرين في لقاءاتنا في اسكندريه. استنونا واستنوا بقى المفاجآت اللي احنا لسه هنقولها في الفيديوهات الجايه.